قعدت اصور شويه من بدري ولقيت الكاميرا ما بتسجلش، فنص الطريق تقريبا راح. فيلا نعيشكم اجواء بقى السواقه، لان الناس كانت بتقول لي عجبها الفكره بتاعت ان احنا نصور في الطريق وانا سايق، فعشان نصور معانا المعدات ومعانا كل حاجه نصوره، هنخسروا ايه يعني؟ لسه الاسكوترات ده انا يعني قعدت مع اصحابي شويه في الموقف وكنت هشرب قهوه بس ما شربتش، ودخلت حطيت بنزين وعايز احط بنزين تاني، ولسه كانوا متحركين قبلي شويه سكوترات لسه معديين من شويه هنشوفهم دلوقتي. الباشا اللي مدي اشاره دوت داخل يمين، مش عارف داخل يمين يعمل ايه. خليك يا عم معانا طوالي يا عم. ولسه السكوترات ايه، كنت واقف بظبط الكاميرا لقيتهم جايين. اقرا الطريق كويس او انت بتعدي هتلاقي، بص ده عايز يخلع من التوك توك وده عايز يعدي، فما تزنقش عليهم، خلي اللي عايز يعمل حاجه غلط يعملها وانت امشي في السليم. اهو ده يا عيال، يلا بينا اهو السكوترات اهي رايحين معانا الايفنت. والله العظيم ابطال، في ناس اول مره تسافر وتمسك طريق، والله العظيم الناس دي ابطال، ان قلبهم يجيبهم كده يطلعوا على طريق كده اول مره وسفر ومسافه اصلا 200 كيلو تقريبا ولا حاجه. اه مش عارف ايه اللي كانت في الارض دي، البتاعه دي تقيله، البتاعه دي تقيله، كنت افتكرتها حته ورقه بس طلعت طوبه او حاجه تقيله. لا اله الا الله، والله كنت فاكرها كرتونه وقلت ازقها برجلي بس طلعت حاجه تقيله قوي. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض يا جدعان. بصوا تقلب عربيه دي، يعني لولا ان انا لابس الجزمه السيفتي كان زمان رجلي راحت، فالحمد لله، الحمد لله ستر ربنا. خبطتها برجلي على سنها كرتونه ولا بتاع، فطلعت حديده وقع من عربيه او حاجه، فقلت لا لازم اقف. يا دوبك وقفت، والله العظيم يا دوبك وقفت لقيت واحد اهو عطلان خبطته كسرت له العربيه. ما اعرفش والله، حته حديده، حديده ما اعرفش حديده ايه دي. لا وقعت منك ولا وقعت من مين بقى؟ اه الحمد لله ربنا ستر. الحمد لله الناس سليمه وكله تمام. حاجات زي ديت الواحد بيتعطل وبيتاخر وبيتعمل، بيحس ان هو بيتعطل مخصوص عشان يشوف حاجه زي دي. حاجه زي دي والله ممكن تعمل حادثه وتقلب حد، وهو ستر ربنا الحمد لله. يلا بينا نكمل طريق. لا وجعتني في رجلي لما خبطتها برجلي، لا وجعتني جامد. يلا الحمد لله. حبيبي عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ كله تمام؟ عامل ايه؟ جاي معانا الايفنت ولا رايح فين؟ ربنا معاك حبيبي، باذن الله. حبيبي الله يخليك، محتاج أي حاجه؟ تسلم لي يا رب، الله يبارك لك. ماشي يا كبير، فوليها لنا. ايه 95. اسمك ايه؟ من زمان؟ يا محمد، يا محمد انا عايز كاب زي ده. ما اعرفش كده اهو، حته توتال كده اخلاص، ولو ان توتال دي مقاطعه اصلا يعني، بس زي بعضه يعني، هنعمله ايه؟ يا عم ربنا يرزقك يا عم بالحلال يا عم. الحمد لله. متجوز؟ لسه مخلص جيش؟ طب ما نجوزك بقى. ليه؟ يا عم عندك شقة؟ عندك شقة؟ طب ما هي متيسرة اهي.
يا عم ربنا يرزق، روق على حالك كده يا باشا وفوق كده وعيش حياتك، كله يبقى تمام باذن الله. رزقك بنت الحلال، اهم حاجه تكون بنت حلال. اهم حاجه بس تحفظك وتصونك وتاخد بالها من ابوك وامك. ربنا يبارك لك، موجودين. ربنا يبارك لك فيهم يا رب. يلا بينا يا باشا. إيه لا اديها شويه كمان، ده بق رايح القاهره. دي فيها نص لتر دي. حبيبي يا محمد. خش بقى. انت عملت ايه في التانك اهو. ماشي يا معلم. يا كبير يلا بينا. قلع الخوذه. طب استنى بقى لما نروح هناك عشان الراجل ده عايز يفول. توصل الراجل ده، روق عليه، مش عايز اسمع شكاوي. اه الحمد لله. الحمد لله. الهوا اللي عندكم ده حلو. هوا يعني. يا عم ام الهوا هوانا. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. دعاء السفر ده أهم حاجة. تعالى بص تعالى عدي من هيدخلني من الخدمات. خدتش بالي. أنا نسيت سنين. هيدخلني من الخدمات. ليه الإنسان يعمل في نفسه كده؟ ليه الإنسان يعمل في نفسه كده؟ ليه الإنسان يعمل في نفسه كده؟ أنا مش عارف. ماشي نخش من الخدمات زي بعض. هنلاقي الفتحة قدام. حبيبي خد قلبي معاه، حبيبي ما اقدرش انساه. ايه واقفين ليه؟ بتصوروا؟ الملاحة والبلة، ملاحة حبيبتي لابسة الطراح وانا ايه. بص بقى الخدمات يا لهوي. طريق الخدمات غير طريق السريع. طريق مكسر وتلاقي عربيات بتاعت شاي وقهوه على جنب الطريق وبتاع. سواقين نقله باشا شقيانين وتعبانين، عايزين حاجه تفوقهم. الناس ديت ممكن يكون جاي من ليبيا اصلا يعني، راح القاهره. بس لو جاي من ليبيا راح القاهره يخش من طريق بتاع ده، طريق العلمين. فالناس دي ممكن تكون جايه من حته بعيده عموما يعني، رايحه. يلا بينا نمسك طريق، يلا جاريه هوبا. اوعى الجاريه يا معلم. اديله. طلع على احمر انا. اظن اول مره تسمعوا صوت وانا سايق، مش متعودين مني انكم تسمعوا صوت. يلا يا رب المايك بس يكون مطلع صوت كويس. المشكله الخوذه هطلع على خدودي. بدأ ايه؟ خد ايدي. الخوذه هطلع على خدودي. قاعد اغطي خدودي من جوه وانا بتكلم. مش عارف اتكلم. بس كفايه يا جدع. وكفايه. جرينا وانبسطنا. خلاص نمشي عدل بقى. الخوذه قافله على خدودي من جوه لو انا بجري مش عارف اتكلم وانا سايق. قلتها 4 مرات. السواقه على مسافات طويله مش محتاجه جري كتير، عشان الناس بتقول لي انت ليه ما بتسافرش بالريس. فعشان اوصل على المسافه دي، عشان اوصل على السرعه دي المسافه طويله، ضغط الهواء طول فتره السواقه انت يعني اقول لك ضعفين الجاذبيه الارضيه مثلا او 3 اضعاف، مش عارف والله. بس الضغط الهواء ضغط على جسمك بطريقه مؤذيه متعبه، فانت نفسك هتتعب مش هتستحمل، فما ينفعش تسافر بيه. فحتى لو سافرت بالريس هتلاقي نفسك بتلاقي متوسط السرعه 160 170 علشان سرعه الطريق هنمشي 120. واخد بالك انت؟ قال يعني بس عديها. ما ينفعش امشي بالريس مسافات طويله على سرعه عاليه بالشكل ده. اخر 160 160 تعتبر سرعه مناسبه للسفر مسافات طويله.
هتلاقي نص الحروف ده عشان قاعد اعض على شفايفي دول على خدودي. تاني حاجه استهلاك البنزين. يعني انا فولت بنزين دلوقتي من قبل البوابه، يا دوب توصلني للبوابه الثانيه يا دوب. بص بقى الحته اللي معديه دي، دي بالليل ما بشوفهاش، والله ما بشوفها. بتبقى ماشيه كده، انا الاقي حد معدي كده وخلاص، سنين بتضحك معديه الطريق، ويجوا يشتكوا يقولوا انتوا بتجروا. والله ما لهاش علاقه بالجري، انتوا ما بتسووش باللبس الاسود اللي لابسينه بالليل. لو بتعدي طريق زي ده بالليل، امسك كشاف في ايدك ونوره، حطه في عيني وعميني يا عم، بس ما تسكش ما اخبطكش، ابقى شايفك من بعيد. المهم نرجع لنقطه البنزين. العربيه دي بشوف. نرجع لنقطه البنزين تاني. من هنا لحد البوابه 180 كيلو، بتاخد تفويله بنزين كامله. تفويله البنزين بكام؟ تفويله البنزين ب 350 جنيه، لا 450 مش عارف، 17 لتر. فلا هتصرف ياما قوي، موضوع متعب ماديا. تاني حاجه تكاليف صيانته غاليه. تالت حاجه انا قاعده منيله في 60 نيله، ممكن علشان على طريق سفر وبجري وكده فنايم على التانك ده اهو. الكاميرا النافعه مش عارف هتجيب المنظر ولا لا، بس ببقى نايم على التانك، ببقى نايم كده. دي وضعيه طول ما انا مسافر، وساعات بنزل دماغي عن كده. يعني دي الوضعيه بتاعتي طول ما انا ماشي على الطريق اهو كده، خلاص انا بجتاز الهواء. ففي السفر المسافات الطويله ببقى مرتاح شويه، غير السفر في المسافات القصيره. انا كده على الغير السادس المفروض، فالتسارع من السادس هيبقى ايه بطيء شويه. يعني بص لو جبت اخر دواسه اهو، بص يا عم الحاج عم الحاج قرر يجري، هو لو كان فضل واقف كنا هنعدي. خلينا نجيبه تاني اخر دواسه اهو، يلا بينا. يام شايفين التسارع تطلع بالروح، انما لما بقى اخد غيرات 1 2 3 4 5 6 هوبا. انتوا قاطعين بعض ولا ايه؟ لا ماشيين مع بعض عشان الهوا. لما نوصل ان شاء الله هصور لكم بقى الفلوج ونشوف الدنيا فيها ايه. احلى حاجه بقى لما تلاقي حد تتسلى معاه على الطريق، يبقى حد كده حلو كده عمال يجري ويغرس وبتاع، تعالى لما نلعب معاه شويه. انا مش عارف هي عربيه ايه، بس هو ايه يعني، حاطط 200 كيلو يفهموا حد ده. المصيبه لا تكون عربيه غيرنا لا مش هتلاقي غيرنا، تطلعها من دول تقريبا مرسيدس. عربيه مرسيدس، حقه يا عم يا هدي يا عم، حقه يا عم وماله واجري. الراجل ده راح فين؟ انت رحت فين يا عم؟ يا عم رحت فين يا عم؟ هدي لك ايه تاني؟ هيجي هيروح مننا فين؟ ده اللي بيحب مره وما يحبش مرتين. عم الحاج عايز تعدي استناني والنبي بالله عليك، بس عدي براحتك عدي. انما تيجي تقعد قدامي تقعد تفضل رايح جاي كده عمال تلعب، لا لا ازعل منك. محطة موالح لما بتعدي كيلو 150 لما بتعدي الحته دي بتسمع بتشم ريحه برتقال، بس تقريبا عشان موسم البرتقال خلص انت ما بتشموش. تعال نجري وراه، تعال نجيبه، هاتوا يا باشا ليلي العطاش ليلي يا باشا ليلي. سافر خلاص بالسلامة يا باشا. في موتوسيكلات تاني يوم، موتوسيكلات دي تبعنا برضه رايحين الايفنت، بس الايفنت دول معاهم عربيات. والله تبعنا الناس الحلوه الجميله دي. ايه ده فيديو السبعاوي. ايوه رجاله عاش. تبعنا الناس دي. حتى عطلان على الجنب مش هلحق اقف له، لا هلحق اقف له. مش هلحق اقف له، وما ينفعش ارجع عكس طبعا. ايه الناس دي كلها. وان شاء الله ما يكونش عايز ارجع له والله، بس مش عارف ارجع. لا خلاص بيتحرك اهو.
يلا بينا، يلا بينا. طالما نسيت الميشن والدنيا حلوه وانت ماشي على السرعه، مش لازم تعمل شبح وتعدي من جنبهم وتعمل وي. لا خد يا عم الحاره، هم ماشيين شمال انت يمين، هم ماشيين يمين انت شمال، ما تداولهمش يعني. لو حد مبتدئ او نص نص كده في السواقه، مجرد ان انت تعدي من جنبهم بسرعه هو يتحط وهيقلق. ما تعملش كده. حتى سواقين العربيات، لو انت بتسوق عربيه ولا انت موتوسيكل ماشي، حاول تسيب له مساحه ما تعديش من جنبه بسرعه، عشان برضه الهواء بتاعك اصلا ممكن يوقعه. سيارات الهواء اللي انت بتعملها وتتحرك. يعني هو احترام، يعني مش يعني هو مش قانون، بس هو احترام للطريق، احترام للغير بس مش اكتر. بقالنا قد ايه؟ بقالنا ربع ساعة سايقين ولا تلت ساعة؟ مش عارف. بس بقالنا شوية سايقين يعني، خلاص احنا داخلين على القاهرة يعتبر يعني. بينا وبين القاهرة حوالي 50 كيلو ولا حاجة. فين؟ بنزين عندي والله على ما اوصل اكون محتاج افول. مش عارف بقى، هنشوف. وفاجئنا اي حاجه زي اللي بيعدي الطريق ده مثلا، ده لو مميت بالسلامه. لو الدنيا زحمه مش هيبقى عندي مساحه ان انا اعرف. بص برضه، بص اللعب الناس، الطريق اللي انا عايز اوريه لكم اهو الطريق اهو. بص الحلاوه، بص جمال الطريق يا جدعان، والله العظيم عظمه عظمه. المهم يعني بقول لكم ممكن يطلع لي كيسه في الارض تخليني اتجوزها. لو انا امي اللي دوست على كيسه هقع هقع بجد بنسبه كبيره. هو مصمم يقتل، هو مصمم يقتل. اعمل فيه ايه انا مش عارف. خلينا نمشي جنبه طيب، يلا بينا نمشي جنبه. مش شايفك، مش شايفك، مش شايفك. هزود ايه؟ هو مش مركز معايا اصلا. يلا نطلع بيكم. برضه الملف ده من الملفات اللي بحبها قوي، بس انا كنت ببص على اليافطه فاخدته على سرعه بطيئه وعلى زاويه السرعه. كانت يافطه عند عمرو على يمين على شمالي، فبعلمها عشان وانا راجع ما توهش. والبنزين معايا شرطه واحده. هتكفي. هو ده ملف؟ في ملف اهو، مش محتاج اروح للبوابه. طب كويس والله. انا كل ده فاكر ان انا محتاج اروح للبوابه عشان الف وارجع. انهي واحد؟ موتور سفنكس كده، موتور سفنكس وكده اليوترن. اهو دوران للخلف كده، انما التانية دي موتور سفنكس. يلا بينا. شايف شوية التراب دول؟ والله لو دخلت فيهم بموتوسيكل هتتقلب، هتطيع بالليل. والله هتتقلب، ما ملهاش حل، هتقع. وحتى لو بعربية يعني وعدت هتعدي بستر ربنا، لكن بالليل شايفين بتكلم حلو ازاي؟ الهواء بيبقى لازق الخوذه في وشي، بيخليني مش عارف اتكلم. وعامله غموم. عايز اوريكم الصور دي، عامله خدود كده اهو. هحاول احط لكم ستيكر ولا حاجه. تعالوا بقى يلا بينا. ايه معانا 30 كيلو على الطريق ده طريق ايه ده؟ الدائري. الدائري ده انا ما بحبوش، هنسوق 30 كيلو. خد الجي بي اس جايب لي ساعه. عدي يا عم. الجي بي اس جايب لي ساعه على الطريق. انا ما بحبش الدائري ده عشان الزحمه بتاعته، وتحس ان هو جايب لك ناس بقى من اليمين والشمال بقى، فاهم، من كل المحافظات. انا من اسكندريه، هو تبص النقل اللي على اليمين دوت مثلا كنت ممكن اخد الغرزه دي بس بالسلامه يا باشا. هتيجي تاخدها هتلاقي نفسك ايه، النقل قفل عليك قفله وحشه. هتلاقي ناس بقى من كل حته بقى، يمين وشمال وبتاع وهوبا. بس المشي عليه بيبقى لذيذ الصراحه. لما مشيت عليه بالسكوتر كنت مبسوط، بس المشي عليه بالعربيه غلس. واحد مطلع ايده. طب انت مطلع ايدك بتديني اشاره يعني ولا بتعمل ايه؟ اهو يا عم. مشكلته التانية ان انت بتضطر تقعد تنقل حارات كتير، فلما بتيجي تنقل من حاره لحاره بتوع اللي في النص دولت بيعكسوك.
ممكن تتزحلق بسببه. فنقل الحارات ده بيبقى غلس، ده هو داخل الحاره بتاعتنا اهو، وهي مش بتاعتنا قوي يعني. تن 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 تن. امبارح خلونا ندردش مع بعض في الايفنت بقى. الفيديو ما اعرفش الفيديو ده هينزل بعد الايفنت، ممكن انزله فيديو لوحده تقريبا يعني، لان الناس قالت لي بتحب الفيديوهات بتاعت المشي على الطريق وكده، وتحس ان هي اللي سايقه والكلام ده. امبارح في الايفنت وانا ماشي بالليل، رجعت، سبتهم ورحت عشان احط بنزين، ففكيت الغطا بتاع التانك، وللاسف نسيت اقفله. يا دوبك مشيت بتاع 200 متر رجعت لهم تاني، اجي ادور على غطا التانك اللي هو هنا ده، مش عارف باين في الكاميرا ولا لا عشان انا رافع الكاميرا لفوق. ارجع ولا لا 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 سوق، هو عشان لابس السيفتي فبيميزوني بسهوله بالسيفتي الاحمر. يا دوبك كده مشيت 200 متر رجعت تاني ادور على الغطا يمين شمال ما لقيتهوش. فخلاص كنت همشي بالتانك مفتوح يعني، رحت جايب غطا ازازه وحاطط غطا الازازه مغطي بيه. المفروض ان انا عايز احط بنزين معايا شرطتين دلوقتي، الشرطين دول ماشيين مثلا بتاع 30 كيلو ولا حاجه، 40 كيلو كلام من ده. فعايز احط بنزين، فغطا الازازه كل ما اجي اطلعه يروح نازل تاني مكانه تحت. جيت اسال بقى على غطا التانك ده، لقيته الغطا كله بيتباع على بعضه، اللي هو الحته، لان عندي غطا تعديل مش اصلي، فالغطا التعديل ده اللي هو بيتفتح من غير مفتاح. انا مش على الجي بي اس مظبوطه، الطريق مظبوطه، ايه اللي قدامك 19 كيلو خلاص. بمشي من غير جي بي اس، بمشي من غير مفتاح، انت مدي اشاره رايح فين، في داخله يمين ولا انت بتعدي، مالناش دعوه، نبعد عنه خالص، صح له الطريق دلعه. فجيت اشوف الغطا، قالوا لي لا ده انت لازم تشتري الغطا كله على بعضها اهو، يا عم سبقتك اهو. فقدامي حلين بقى عشان اعملهم، يعني هتابع معاكم، يا اما اشوف حد يكون بيبيع الغطا لوحده، هو بتاع صغننه قد كده مدوره كده، يكون بيبيع الغطا لوحده واخده منه. بس ما اعتقدش يعني ليه حد ممكن يكون يعني يبيع الغطا لوحده، لان هي جزء بيتركب بمسامير في التانك نفسه، وجزء بيتفك كده ويتشال. الجزء اللي بيتفك ويتشال دوت اللي هو بيغطي التانك نفسه هو اللي ضاع، فمستحيل الجزء التاني يضيع من حد يعني، ولا يتكسر من حد. بس اهو نعمل اللي علينا، لربما حد عايز يبيعه او جابه لونه مش عاجبه او قشر منه او حصل اي حاجه. والحل التاني اللي هحاول ان هو يتعمل، ان انا هروح لحد بتاع خراطه، هو الطريق بيضيق كده ليه؟ اروح لحد بتاع خراطه اقول له خرط لي الغطا ده. هو يا عم هديت لك اهو، هديت عشان الراجل اللي على اليمين ده مخصوص مش عايز اعدي من جنبه على سرعه ويتخض. انا بدي بشغل الرعاش، متعود ان انا ادي ارعش بالنور مع الزماره، بس احنا الصبح بالنهار يعني، الرعاش ايه اللي هيشوف دلوقتي؟ محدش هيشوف الرعاش. والله بسجل كل دوت اصلا ومش عارف الصوت كويس ولا لا، لان ما جربتش الفيديوهات بتاعت امبارح اللي هي بتاعت الايفنت، اللي المفروض ان اكيد شفت الفلوج بتاعه. ما بحبش زحمتك، فاضل كام كيلو؟ فاضل 17 كيلو، انا ما بحبش الدائري ده كله. المشكله بعد ال 17 كيلو بيقول لهم محور رود الفرج، بحب انا محور رود الفرج ده. انا هرجع اصلا، راجع المكان اللي وقع فيه الغطا امبارح، هدور تاني على الغطا يمكن الاقيه، فان شاء الله الاقيه يعني بالنهار. انا كنت بدور بالليل، بس الرمل اللي قدام على اليمين ده تجنبه خالص، ده يوقعك. كنا بدور بالليل فغالبا مش هنلاقيه، ما لقيتوش في الضلمه، لان اكتشفت، انا كنت فاكر ان لونه فضي، انا اكتشفت بقى ان هو لونه اسود، فاسود في الضلمه مش هيبان، وعلى اسفلت مش هيبان، ولو غطسان في الرمله وطلع منه حته صغيره مش هيبان. فاللي انا هعمله، استنى يا عم والنبي، اللي انا هعمله ان انا هروح اركن المكنه. شكرا يا زو، شكرا يا رايق. الراجل هد عشان يعديني بتاع الموتوسيكل. فهروح اركن الموتوسيكل في القريه، البنزين ايه ماشي اللي كنا فيها امبارح، وادور عليه على رجلي، وان شاء الله الاقيه. هو انا قلت لكم الحل التاني؟ لا ما قلتش الحل التاني. الحل التاني ان انا اروح لبتاع خراطه واقول له باشا وحياة ابوك بالله عليك، بالله عليك يا شيخ، يعني خرط لي غطا قد الحته ديت كده ونظبطه. احاول طبعا اجيب غطا من اي حد، ارفع غيار يا باشا وزود، مش عايزين نحرق على الموتور، الجو حر، جو حر. الناس اللي هتقول لي انت بتجري ليه في الزحمه وما تمشي عدل وبتاع، والله يا جماعه غصب عني، الحراره دلوقتي الحراره 89، ف 89 دي تعتبر عاليه. انا عندي مروحه ستوك بتشتغل على 104 صحيح، بس ان انا ابقى ماشي على 89 فتره طويله، لا الموضوع الحراره عاليه. فانا والموتوسيكل يعني 90% من تبريده
من الهواء اللي جاي في وشه. يعني انا ماشي كده الهواء هو اللي بيبردني، فغصب عني لازم أنا اجري واقرص على قد ما اقدر، وطبعا مش على ار بي ام عالي علشان احنا في الحر. احنا الساعه كام؟ الساعه 4 ونص اللي هو وقت عصريه. فغصب عني فراعوا الجماعه بتوع الريس دولت لو كانوا بيجروا قدامكم يعني والله المواتير بتسخن. غير ان غلط على الموتور غلط عليا انا السخونيه طالعه على جنب رجلي، جنب رجلي اليمين دوت متبهدل من السخونيه. واحد يقول لي وعليك بايه من ده كله؟ يا عم انا مبسوط يا عم، انا بحب الريس يا عم، انا بحب اسوق واحب السرعه واحب الكلام ده كله. والطريق برضه مساعد، يعني انت عندك الطريق 7 8 حارات، فالدنيا معاك حلوه. انت رايح فين يا عم النقل انت؟ انت بحيره ولا ايه؟ اه بحيره. بحيره. لو واربع وثلاث ارقام تبقى القاهره. يعني القاهره فيها كل الحروف، بس لو واخده حرف رايح فين يا عم؟ لو واخده حرف من بتاع بلد تانية بتاخد 3 ارقام. يعني لو لقيت عربيه ان منها سين وجنبها 4 ارقام دي اسكندريه. طب لو سين وجنبها 3 ارقام لا دي القاهره او اي محافظه تانية، بس غالبا بتبقى القاهره يعني. عندنا برضو في اسكندريه دلوقتي بقى في عربيات بتبقى صاد. الصاد دي رسمي اسكندريه وجنبها 4 ارقام، لكن في نمر تانية ساعات بتبقى حرف تاني غير الحرف بتاع البلد، غير السين وغير الصاد، بتلاقي الحرف دوت وجنبه 3 ارقام تقريبا. يعني على ما اتذكر كان حد بتاع مرور هو اللي قال لي الحوار ده. انا طولت الصراحه. بنزينه هي عدت، هي كنا دخلنا فولنا فيها. البنزينات جايه كتير لسه معايا بنزين. فبيه و4 ارقام ده بحيره يا باشا، بيه و3 ارقام ده اسكندريه ملهاش لازمه. كنا ممكن نخش من هنا بس ايه، هتزنق نفسك على الفاضي، وبتاع النقل يروح دايس دوس البنزين يقفل عليك الغرزه، تلاقي نفسك بالسلامه وتفتكر نفسك ان انت اللي جامد وتقعد تشتم عليه وهو ما عملش حاجه، هو داس بنزين وماشي في حارته وانت اللي حمار وعمال تخش يمين وشمال وتاخد غرز. هو مش غلطان لو قفل عليك الغرزه. اي حد يقفل عليه الغرزه مش غلطان، ما تشتموش، هو ماشي في طريقه. وغالبا بالنسبه كبيره انت في النقطه العاميه عنده، فهو اصلا مش شايفك. مين بسوس دي؟ وقولي له وخد باله مني. ده كده مش هيدوس ده ولا هيعمل اي حاجه، جرى الحاجه وراه بالسلامه. فاضل لنا 11 كيلو ونخش طريق محور رود الفرج. 11 كيلو والله. لقينا بنزينه في طريقنا واحنا رايحين كده هنفول، واوريكم الغطا ده بيتفك ازاي. وقولي له ياخد باله منك زي ما كنت انا بخاف عليكي، ويحاول على قد ما يقدر يحميكي ويحافظ عليكي. بقى كل شويه بحط ايدي بحس ان الكاميرا وقعت. هي لو وقعت احس بيها، احس بحاجه بتهبط، بس ممكن اصلا ما احسش بيها. مره لما كنت راجع من الفيوم، لا انا كنت راجع اسكندريه خلاص، كنت لفيت المحافظات كلها ورجعت من اسوان للفيوم وريحت في الفيوم يوم، وبعد كده رجعت على اسكندريه. على طريق الفيوم ده كنت معلق الكاميرا في العليه بتاعت السكوتر قدامي، اخدت نقره لسبب ما الكاميرا وقعت، وكانت لسه مكسور لي كاميرا اساسا. يعني لسه في قبلها باسبوعين كانت كاميرا، كنت انا وقعت بالسكوتر والكاميرا كانت في جيبي، فالكاميرا نفسها وقعت. فمش حمل ان الكاميرا تانية تبوظ الصراحه، كاميرا ب 30,000 صباح. يا لهوي بص بقى الزعل بقى، بص بقى العبط بقى. ايه اللي دخلني هنا انا مش عارف. انا مشيت يلا هنمشي كده وخلاص. هو البتاع ده انا عارف البتاع. انا مشيت كده اهو، المفروض امشي انا بالجنب التاني. ايه اللي جابني الجنب ده انا ما اعرفش، هل الجنبين مفتوحين على بعض الله اعلم. هنمشي ونشوف. بس كويس الحته التانيه كانت زحمه اصلا يعني. ادينا ماشيين. هو بيقول لي ايش زحمه قوي يعني، بس مش هو بيقول لي ان قدام شويه ممكن ايه ادخل. فالكاميرا وقعت، رحت واقف في نص الطريق، مش في نص الطريق، خدت جنب بسرعه وفرملت وبتاع، لقيت عربيه نقل جايه وهتدوس عليها، رحت مشاور له روح حاسب. راح الراجل معدي يعني على الكاميرا من ما بين العربيات، هو مش عارف ايه اللي واقع على الارض ده. انا نزلت رحت واخده. اه يا عم ورحمه الله وبركاته. نزلت رحت واخدها واخد بعضي وماشي. الحمد لله يعني لحقتها. هتقفلوا على بعض ولا هتعملوا ايه؟ سلموا على بعض بعدين، بس خلينا نعدي. وانت سايق دايما يدي لنفسك فرصه كده، ثانيتين، ثانيه واحده بس. لو قدامك عربيه ما انتش عارف هو بياخد قرار ايه، خليه ياخد القرار وتاكد من القرار اللي هو ياخده. يعني هو في ناس كده بقى يبقى قدامه حته صغيره عايز يعدي منها، مش عارف، هو متردد اعدي ما اعديش، اعدي ما اعدي، فاديله ثانيه بس شوف هو هيعمل ايه. انت في الثانيه ده هتقرا يا باشا دماغه. عدى خلاص بتاعته، ما عدى انت وراه، هو اللي قدامك فهي بتاعته خلاص.
ما عداش، خد بعضك توكل على الله وعدي، بس تبقى متاكد ان هو مش هيرجع في قراره. لو ما خدتش الثانيتين دول وعديت من الحته دي على طول، يبقى انت يا باشا بتغامر، يبقى انت ماشي معاك بالستر. وديت الستر مطلوب وكل حاجه، بس لا انت لازم تبقى حاسبها. الحته زي اللي قدام دي اهو، بص اتوبيس بيركن عايز يركن، ودوت عايز يخش شمال عشان يطلع من الاتوبيس اللي بيركن، وعربيه قدامه مهديه اصلا، انا شايف كل دول وانا ماشي. فلا اقف، يعني هدي قدر الامكان لحد ما تعرف انت اقرا الطريق صح. انت عشان سايق ريس مثلا فردود افعالك بتبقى اسرع وبتقرا الطريق اسرع، بس في نفس الوقت يعني لو انا ماشي مثلا على سرعه 160، انت بتبقى ماشي على سرعه 80، وانا ردة فعلي عندي وسرعه قرايتي بتكون الضعف، عشان اتعودت بقى على حاجه زي كده. بص بتاع زي اللي اتخبطت فيها امبارح دي كيسه، كيسه. فلما ببقى سايق السكوتر بالنسبه لي سواق، فاضل كام كيلو؟ 5 كيلو. لما ببقى سايق السكوتر، سواقه السكوتر بالنسبه لي يعني لعب عيال، وما بحبش اجري بالسكوتر الصراحه. يا لا، ما بحبش اجري بالسكوتر الصراحه. هم ما يعرفونيش، هم بيسلموا عليا علشان ريس وكده، بس يعني مش لازم نزيط مع زيط، ما تعتبرش نفسك جامد، ما فيش منك اتنين، انت عادي يعني. فما تتغرش على ايه، هتتغر، سيبها على الله. فرد فعل في السكوتر عادي، انا بمشي بالسكوتر بالراحه، بمشي بالسكوتر 40 60، ما بحبش اجري بالسكوتر ولا اخد غرز ولا بتاع، انا خلاص واخد كفايتي من الجري والغرز في الريس يعني، فمالهاش لازمه. بس في نفس الوقت لو اضطريت اخد غرزه باخدها، بيبقى رد فعلي اسرع. فيجي لك واحد بقى فطوطه كده يعوز يجري معاك وانت بتعمل بالريس، بص بتاع التنايه بيعمل ايه. يجي لك واحد زي بتاع التنايه دوت مثلا، بص الغرزه واسعه هيجي يخش بس ما دخلش. فرد فعل بالسكوتر بتبقى اسرع غالبا يعني. في ايه في اليمين مخليهم ايه مهديين التروسيكل ده. تن تن ترن تن ترن. فالمهم يجي لنا واحد فطوطه يا باشا، يقعد يجري قدامك وعايز يغرز وعايز يجري وعايز يطلع منك وبتاع. يا عم والله العظيم انا لو جريت معاك بالسكوتر، احنا ماشي 150 زي بعض، اطلع منك، اطلع منك مستريح كمان، ومش هتعرف تجيبني. بس وبعدين انا يعني انا حرضتك انك تجري. احلى اماكن بحبها هنا في القاهره لما بعدي من على كوبري ويبقى النيل على الجنب بالشكل ده، والله العظيم بتبقى متعه. يعني الحاجه اللي بحثت عليها اهل القاهره هو المنظر ده. احنا طولنا في الطريق ده، انا قاعد الغي طول الطريق وايه مش مركز في السواقه، وطولنا 30 كيلو نقعد فيهم كل ده. فالمهم، فيا عم لا يا عم، ما تخليش حد يسخنك على الطريق. هو حد يقول لك يلا نجري يلا نجري، لا يا عم اجري يا عم واكسب، يا عم انت اجمد يا عم، يا عم انت ما فيش منك اتنين، يا عم الناس كلها اجمد مني، انا مش عايز ابقى اجمد من حد، انا عايز اوصل بيتنا بالسلامه، بس لا اكتر ولا اقل، وعايزك انت كمان توصل بالسلامه. فحتى بالريس لما ببقى ماشي بحاول قدر الامكان لو لقيت حد عايز يجري وبتاع يلا ايه، بحاول اعديه او اسيبه يعدي، يوصل يا عم براحتك وانا امشي واحده واحده، انا عايز اروح بيتنا سليم. انا مش نازل عشان اموت من الاخر، انا نازل عشان انبسط بس. والله مت بقى لاي سبب من كان، مش عايز اموت بسبب غبائي او بسبب غباء الاخرين، انا عايز اموت عشان ده عمري. فالحمد لله. طريق اسكندريه الصحراوي 500 متر ماشي، محور المشير احمد اسماعيل ماشي، خلاص هانت، البنزين لسه ما نورش، لسه ما نورش. هنشوف في محور رضا الفرج يمين، خد يمين خد يمين، حاسب جاي لك من الشمال. الولد اللي مطير طياره ده خلي بالكوا بقى ايه من الخيط بتاع الطياره والكلام. محور تحيا مصر، انا داخل المحور ده مخصوص عشان بحب المنظر عليه الصراحه، المنظر عليه بيبقى تحفه قوي. حاسب جاي لك ماشي، الولد اللي كان بيطير طياره، الولد اللي بيطير طياره ده، بص انا المفروض اخد الملف على الضيق يعني ابقى على اقصى اليمين، بس انا ورايا عربيه فانا مش هغلس عليه واروح ايه داخل يمين قدامه، خليني ماشي في حارتي، حتى لو هتزاول وهنزل على سرعه اقل خليني ماشي في حارتي. ليه باخده من اليمين؟ باخده من اليمين عشان ابقى كاشف ابقى كاشف جزء من الطريق اكبر. حلو، ايوه يا دفعه، حبيبه دفعه كان بيشاور لي ليه ده، ابقى كاشف جزء من الطريق اكتر. تاني حاجه ان لو الملف طلع اكبر من اللازم، يعني اضيق من اللازم، اعمل ايه؟ اعرف اوسع لنفسي على الشمال، والعكس برضو لو الملف كان شمال. تمام. ف
عشان كده الملفات تلاقيهم في الرسائل في الموتوسيكلات والسباقات عموما يعني بيعملوا كده، بس هم بيعملوها لسبب تاني، ان دي اقصر مسافه، يعني بتفرق اجزاء من الثانيه، فرق بسيط جزء من الثانيه بس ما بين اليمين والشمال، في السباق تفرق معاهم. لكن بالنسبه لنا احنا على الطرق العاديه بتبقى علشان ان انا يبقى عندي واسع اقدر الف هوبا مطب قوي، يبقى عندي واسع اقدر اوسع لنفسي لو حصل اي حاجه على الطريق، اروح حادف شمال واخد البتاع على الواسع شويه. بنزينه دي؟ اه بنزينه، تعال نحط بنزين عشان اوصل لمبه البنزين عندي منوره. فاضل 9، هو فاضل المسافه الكليه كام؟ 23 كيلو واوصل ده بيصور ايه؟ ده رادار ده ولا ايه؟ والله شكل العسكري ده بيصور رادار. لا ما بيصورش رادار، لا قاعدين عادي بيتدلعوا. يلا بينا. اوه انت ما نزلتش. تعالى فك لي بقى. ايه طب فوله على ما فك انا الغطا. روح فول له كده على. انا جريت، انا بجري انا، ما حصلش. حبيبي الله يخليك يا رب حبيبي، الله يستر طريقك. اه طب ما ده العادي، ده العادي خالص. حبيبي الله يرضى عليك يا رب. حط لنا بقى 12 لتر. خمسة ايوه شوف 5. تقول لنا كده 12 عشان ايه ما تتملاش، عشان ما تتملاش للاخر، لان شايف مغطي بايه. عندك غطا زي ده؟ والله لو في غطا معه خساره، كل ما اسال في بنزينه ما الاقيش غطا. لا ده بتاع الموتوسيكلات ده ازاي تمشوا من غير غطيان؟ انتوا المفروض يبقى عندكم كده حبه كده. اتفقنا مع بعض ونسقنا وسرقنا واحد اه تمشي حلو. لما يجي لك موتوسيكل زي دوت كده هتلاقيه، بص هو غطا اسود كده وايه مدور. افقعوا منه من غير ما ياخد باله، يقول لي ده انت فين الغطا بتاعك؟ الغطا ضاع وبتاع، وانا جاي اخده منك بقى بعدين. هظبطك خلي بالك. عادي انا جربت الحرام بيدوم عادي بنستغفر. ربنا يعافيك بالحرام يا رب ويغنيك بالحلال. وريني كده وصلت لفين. ماشي مش مشكله، انا بس مش مهم يا باشا، اظبط عدادك زي العسل. انت زي ما انا حكيت لك حكايه الغطا بقى ليه بقى، قلت لك السر اللي انا لو عليا افولها والله. انا ال 12 لتر دولت هيبقوا ماشيين 120 كيلو. حبيبي الله يبارك لك، هات لي 100. طب خد 100 اهي، نسيت. لما تكبر ما تعملش زيي. اوعى بابا بيحب. ايوه تيجي تيجي معايا لحد البوابه كده. فكر. ربنا يبارك لك فيها يا رب. تؤمرني باي حاجه؟ الله يكرمك، كل سنه وأنت طيب. الناس الجميله قال ايه، بيقول لي ان انا بجري على 200. انا بجري على 200؟ حصلش ما حصلش. كذب، كل ده كذب. انت مش عادي يعني، هي السلم اهو ماشي اهو 100 اهي 100. فين ال 200 دي اللي ماشي عليها؟ هي 100 اهي، اقل من 100 كمان 80. ويقولي له لا حول ولا قوة الا بالله. امال هو محور رود الفرج راح فين؟ المفروض انا كنت اعدي من على محور رود الفرج. ايه اللي حصل؟ الشعر الحرير تريريري على الخدود يهفهف تريريري ويرجع يطير. الشعر الحرير. نقف في الظل هنا شوية، انا عايز اشوف انا حاسس ان الشنطة مفتوحة. حاسس دي لو مفتوحة هيبقى يا نهار احيه. مقفولة الحمد لله. مرة طار مني تليفون، مرة طار مفاتيح.
مفاتيح بتاعتي طارت، وماي فاي كده بتاعت نت طارت. عمي وعم قلبي دفعناش كارتة كده كده. موتوسيكلات، سر عدم دفع الكارت للموتوسيكلات هقول لكم ليه. اغلب الموتوسيكلات بيبقوا دليفري حلو، فبيعدي على المحاور دي رايح جاي، هو مش مسافر، هو معدي بس مجرد معدي رايح من نقطه لنقطه، او حد رايح شغله راجع من شغله، او حد على طريق خدمات، فطبيعي ما يدفعهمش كارتات. فهو راجل ذوقيا بيعدي كل الموتوسيكلات ذوقيا منه، لكن الصح الموتوسيكلات ليها كارتة، بس هو مش هيسأل كل واحد انت رايح فين وجاي منين وبتاع. انا كده فاهم يعني، يقول لك روح القانون. الكارتة بتاعتنا 5 جنيه اصلا، فده السر. فانت لما حد يعديك من غير كارتة قول له شكرا، اشكره، لانه لو عايز يوقفك ويدفعك هيوقفك وهيدفعك، ومش هتقدر تتكلم تقعد تحكي معاه وتقول له لا ده انا موتوسيكل مش عارف ايه. هيطلع لك يا باشا وصل ومكتوب عليه موتوسيكل بكش. يلا بينا نكمل طريقنا، يا رب بس البنزين ما ينطرش عليا. بص يا باشا اهو، من هنا كده مسكنا ايه اليمين فيلي، من هنا كده اهو خلينا على حارتي زي ما انا، لاني داخل الملف على سرعه مناسبه، مش داخل يعني سرعه مناسبه ان انا اخد بيها الملف. ما تدخلش الملف على سرعه زايده، بناخد الملفات على السرعه المناسبه ليه. نحكي حكايه الملفات، انا مش فاكر حكيتها في ريل قبل كده ولا لا، خاصه للناس بتاعت السباقات. اللي يخش يمين هناخد لي كام كيلو؟ 13 كيلو. هكون حكيت لكم حكايه الملفات. الله طياره، بس مش هنصور طبعا عشان دي منطقه عسكريه. المهم يا باشا، في الملفات انت كل ملف له سرعه معينه مناسبه ليه. اقصى ملف بتبقى سرعته 60، غير اليوترنات طبعا. لو يوترن بناخد اليوترن على اقل سرعه ممكنه، يعني شبه بتقف. انما الملفات الحاده ايا كان الملفات اللي على الطرق، السرعه المناسبه للملف هي 60 كيلو في الساعه. حلو. في ملفات ينفع تاخدها على 100 عادي خالص، وفي ملفات بتاخدها على 200، بس ده ما يعتبرش ملف يعني، يعتبر هو الطريق ماشي عادي خالص وانت ايه انت واخد اللفه بتاعتك مع الطريق. داخل على 200 عادي، ممكن العربيات تهدي شويه، موتوسيكلات مش محتاجه تهدي. ولكن لو انا في سباق دلوقتي وداخل على ملف، في حاجه اسمها سرعه الملف. لو دخلت على ملف بسرعه عاليه هضطر ادوس فرامل وانا جوه الملف، واخطر حاجه من الملفات هي ان انت تدوس فرامل. احنا ما بنهديش الملفات بفرامل، احنا بنسيب بنزين، يعني زي ما انا سايق كده اهو بسيب بنزين بس. الميل بتاعك والانجن بريك او فرامل الموتور هي اللي بتوقفك، هديك شويه اضطريت تدوس فرامل بتشعر كده فرامل ورا. طيب انت بنزود سرعه، يعني انت دخلت الملف بسرعه مناسبه، سواء 60 سواء 80 سواء 100 سواء 120. السباق بيبقى معاك واحد على السماعات بيقول لك مثلا الملف اللي جاي زودته كذا ومحتاج سرعه كذا. طبعا في ملف جاي اهو، هميل طبعا على الموتوسيكل عشان ضغط الهواء ما يوقعنيش، وكل الملف على سرعتي عادي. ده مش ملف، ده الطريق بيلف معاك عادي خالص، بس الباشا دوت بيميل معانا، وقدامنا واحد بيسرع وواحد مبطأ، فهتضطر ان انت تهدي عشان ايه؟ تعرف تتجاوز. اهو اهو خد يا باشا، ميل جسمك يا باشا اهو، خد من اقصى اليمين تن تن تررن. وده ما يعتبرش ملف قوي يعني، ممكن تاخده على سرعتك بدون اي مشاكل. ارفع جسمي عشان ايه اتكلم معاكم براحتي وتشوف الطريق. وانت واحد بيقول لك الملف اللي جاي سرعته المناسبه كذا، فانت في نقطه معينه هي دي النقطه اللي لازم توصل لها عند السرعه دي، ودي بتكون نقطه بدايه الملف. مجرد ما دخلت الملف وظبطت زاويه ميلك بتبدا تزود بنزين، لان انت لو غيرت زاويه ميلك السرعه بتقل. يعني انا سرعتي متناسله دلوقتي، نازله من 100 ل 90 ل 80 ل 70، وزودت بنزين وانا بميل سرعتي بتنزل وانا بميل هتقع، ما ينفعش. فلازم ابقى وصلت لزاويه الميل النهائيه عند النقطه اللي هبدا فيها ازود بنزين تاني عشان اطلع من الملف على اقصى سرعه ممكنه. فده يديلك افضليه في السباقات. عشان كده تلاقي في السباق دايما بيتجاوزوا في الملفات بسهوله جدا. ليه؟ واحد اخذ الملف بطريقه وبزاويه احسن من التاني.
فليه بتشرح الملفات. بدخل الملف بالسرعه المناسبه ليه، بمجرد ما باخد زاويه الميل المناسبه للملف ببدا ازود السرعه بتاعتي. وبعد ما بدخل الملف ابدا ازود السرعه بقى مفتوح بقى زي ما انت عايز، لحد ما تطلع من الملف تزود سرعتك، عايز تسقط غيار، عايز تطلع غيار، اعمل اللي انت عايزه. تمام. تمام. عند عمرو المفروض الدخله بتاعت الدخله الجايه اهي. استركن الموتوسيكل وانزل ادور على البتاع دي. لو لقيتها هقول لكم، ما لقيتهاش اقفل الفلوج بقى وكمل طريق الاسكندريه. يبقى كده خلصنا الفلوج بتاعنا. المكان بتاع عند عمرو دوت من الاماكن الجميله والله، مكان حلو، بس هو تقريبا عائلات بس، يعني ما ينفعش الشباب يدخلوا. فلو حد كده واسرته وحابب ان هو يجي يقضي يوم، في حمام سباحه وفي حيوانات وفي جنينه وفي ملاهي صغيره. الفطار تقريبا الفرد تقريبا فطار وغدا وعشاء او فطار وغدا بس ب 1700 2000 حاجه في الرينج ده. طبعا بالنسبه للشباب ممكن يكون رقم كبير، بس اللي هيفهمني هو لو حد معاه اسرته، حد معاه اولاده او بنات كبار وعايز يبقى في مكان ومطمن عليهم، يقعدوا براحتهم محدش يضايقهم بتاع، هيبقى المكان دوت. لكن لو شويه شباب مع بعض هيستكتروا السعر ده. يلا وصلنا اهو المكان، اركن بقى الريس وانزل ادور على البتاعه دي على يمين وشمال الطريق على رجلي، وان شاء الله يا رب الاقيها، يا رب الاقيها، يا رب الاقيها. في المزرعه هنا الخيول العربيه اصيله. طب والله كويس، والله كويس. تنن ترن. خد، مفيش حد هنا. معلم. الغطا بتاع البنزين وقع مني امبارح. اه. ف... مدور كده وبيركب هنا، فانا هروح ادور عليه كده، هتمشى قدام لحد البنزينه ادور عليه.